السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة فيما وراء الصيدلة تعالج صح. دي الحلقة التانية بالنسبة لنا. احنا قلنا هنتعرض لملفات تهم المرضى والصيادلة على السواء. ابتدينا في إطار عام اسمه الدواء في وهم قاتل، لأن من وجهة نظري إن المريض عنده وهم في التعامل مع الدواء، والوهم ده هو اللي وصلنا لمرحلة حالية لما تعرضنا لظروف نقص الأدوية نتيجة الظروف الاقتصادية، تغير سعر الدواء، فالأدوية نقصت. المريض بالأساس عنده وهم في الدواء، فابتدى يبقى في عندنا مشكلة إن في ناس مش لاقية الدواء بتاعها ومش عارفة تتصرف. طيب إيه سبب الأزمة دي؟ سبب الأزمة إن من البداية مفيش ثقة في المؤسسة الصيدلية اللي بيتعامل معاها المريض للأسف، لأن في دخلاء، في سلاسل، وفي الصيادلة العاديين. لكن بعيدا عن الموضوع دوت، في نقطة هي أنا شايف إن هي المخرج، وهي كانت زمان الضمانة لما يحصل موقف زي ده. إيه هي الفكرة دي؟ الفكرة دي صيدلي المجتمع. صيدلي المجتمع يعني إيه؟ يعني باختصار الصيدلي اللي ليه دور في المجتمع بتاعه، المساحة اللي هو بيخدمها، سواء كان بيخدم شارع أو بيخدم منطقة أو بيخدم قرية زي حالاتي. فهنا هو ليه دور وعليه مسؤولية. الموضوع زي ما قلنا مش تجاري بحت، مش شق إن أنا بوفر أدوية حسب الطلب أو أنا بوصفها أو بتجيلي في روشتات وبس. أنا عندي مسؤولية عن المرضى بتوعي. طيب مسؤولية ايه اذا كان هو اصلا المريض النهاردة بيجيني وبكرة بيروح يجيب علاجه من المكان الفلاني لسبب ما، بقى اقرب له في الشغل جنب الدكتور بتاعه، هو مش مركز معاك انت، هو مروح افتكر الدواء فجابه من اي حتة. فانا هحافظ على ولائه ليه؟ هو ما عندوش ليا ولاء. نفس الفكرة برضه في المريض، ما هو المريض معذور. ما انا هستنى الدكتور محمد لما يجيبولي حليني على ما يجيبولي، او انا محتاج الدواء الفلاني دوت بسرعة، وما اضمنش الدكتور يجيبه ولا لا. وممكن على ما اروح له اهدر فرص، يعني اكون مثلا انا جنب مكان متوفر فيه الصنف وبسبب انا بقى ولائي للدكتور محمد ما جبتوش، واروح له ما لاقيهوش عنده. ايه اللوغاريتم اللي احنا فيه ده جاي منين؟ احنا زي ما قلنا محتاجين نفهم هي ايه الصيدلية. هل الصيدلية دي المكان العجيب ده الصغير قوي ده اللي بيتعمل فيه كل حاجة على كل حاجة ده، واللي بنقدر نطلع منه حاجات كتير، ساعات بتبقى مجهودات جبارة وساعات بتبقى مواقف خطرة ضارة جدا بالصحة، على حسب الممارس الشخص نفسه بيقدم ايه. انا هسيب ده كله وعايز ارجع بس خطوتين ثلاثة لورا. احنا كنا عاملين ازاي في الصيدليات قبل 30 و40 سنة من دلوقتي، قبل ما يدخل عالم المال لدنيا الصيدلية؟ كان كل صيدلي بيفتح صيدلية بالستايل بتاعه وهو بيبقى المسؤول عنها، وكان ساعتها اليافطة المشهورة صيدلية فلان صاحبها ومديرها فلان. وكان فلان دوت احنا بنشوفه في الصيدلية طول اليوم من الصبح لحد بالليل، 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم و30 يوم في الشهر كده. 30 يوم في السجن بقى، مش 30 يوم في الشهر يعني. مع الوقت الراجل دوت اختفت معالم وجوده. الراجل ده كان فيه ميزة بقى، ان هو كان بيخدم فعلا ال100 متر بتوعه. يعني هو قانون الصيدلة، انت عشان تفتح صيدلية وتشوف اقرب صيدلية ليك يكون في مسافة 100 متر، فبين كل صيدلية والتانية 100 متر. فال100 متر دول المسافة دول، الناس دول بتوع الراجل ده، مش بتوع امتلاكهم، يعني بتوع، يعني هو بيهتم بيهم. يهتم بيهم ازاي بقى؟ بيهتم بيهم ان هو عامل علاقات معاهم، عارف ظروفهم الصحية، عارف ظروفهم المادية، وطبعا مع العشرة بيبقى في ألفة وفي ود. فأنا مثلا لما شبيت كده وعيت على الدنيا، كان في صيدلية عندنا في الدخيلة، صيدلية الدكتورة أشجان، وكان في الدكتور مجدي، يعني كان في دكاترة، دكتور جمال.
احنا طلعنا لقينا في صيدليات كده يعني في الوعي بتاعنا اللي هي ايه، هي دي الصيدليه. وبتتعامل معانا بقى في كل حاجه، وبتخدمنا وبتغيروا على جروح ويقيسوا ضغط وحاجات كتير كده. مع الوقت ابتدى يدخل حاجتين في عالم الصيدله: دخول اموال كتير قوي زياده عن الاحتياج بتاع راس مال الصيدليه، ودخول القطاع التجميلي، ان بقت الصيدليه مش بتبيع ادويه بس، مش بتوصف ادويه بس، لا، دي جزء كبير من مبيعاتها منتجات التجميل. وخد بالك ان كان في الوقت ده اصلا ابتدى خلاص يعني يبطل قوي موضوع ان يبقى في حد بيركب ادويه وكده، يعني الموضوع دوت تلاشى. ولكن انا ما يهمنيش ده، انا اللي يهمني ان كان في صيدلي، والراجل دوت كان حاضر بقوه وكان ليه بصمه في وصف الادويه، لانه كان ليه دور. مش بس انه جايالي روشته ولغز كده ومعقربه وعقده، بس انت دكتور عقر بقى وانت اللي بتجيب لنا التايهه وهتوصفها، لا، مش دي القصه. القصه ان هو شايف الصوره بتاعه المريض اللي قدامه ثلاثيه الابعاد. هو شايفه قدامه، شايفه في البيت، وشايفه في كل حاجه، وعارف صحته عامله ازاي. ولو الدكتور كتب للمريض ده دواء يتعارض مع حاله، او المريض نسي يقول له، يعني مثلا ساعات يروح يكشف مثلا مريض سكر وعنده كحه، فالدكتور يكتب له دواء كحه بالسكر. فطبعا اول ما هيجي للصيدلي ده هيقول له: طب انت ما قلتلوش ازاي؟ اه والله ده انا نسيت، ده انا ما قلتلوش. فيبتدي بقى يعمل هنا التحويله دي، ان هو يديله بقى اللي بدون سكر بدل اللي بالسكر. تفصيله بسيطه زي دي كانت بتبقى ارشيف في ذهن كل صيدلي من دول. لما ابتدت بقى الامور تتطور، وعلوم الصيدلانيات بره والممارسات بتاعتها تتطور، ابتدى يبقى في عندنا مصطلح صيدليه المجتمع. هو الصيدلي ده هو بتاعنا ده ابو 30 40 سنه خبره وممارسه من مهنه، اساتذتنا الكبار، هو ده صيدلي المجتمع. انا مش عاوز اقول انه صيدلي المجتمع ده كمان كان ليه دور مادي وكان بيصبر على فلوسه واجل، لا، انا مش هتكلم في النقطه دي. انا عاوز بس اخد الخيط بتاع العلاقه الانسانيه فيما وراء الدواء والمسؤوليه. يعني ايه المسؤوليه بقى؟ انا مش عارف طبعا نقص الادويه في الفتره الكبيره دي من 30 او 40 سنه كان بيبقى عامل ازاي. لكن خلينا مثلا في العشر سنين الاخيره، بسبب ظروف اقتصاديه وبسبب المواد الفعاله، العمله، الكورونا برضو اثرت معانا، كان بيبقى في حاجه كده احنا يعني ورثناها من اساتذتنا بقى الكبار اللي احنا كنت بتكلم عنهم دول: حته مسؤوليتك قصاد توفير الدواء للمريض بتاعك. يعني الموضوع مش بس ان انا جايب دواء وراكنه على الرف وهيجي يتصرف، لا، انا عندي ناس معينه عامل بيهم لستة، سواء في ذهني او في دفتر او على الكمبيوتر، وعارف الناس دي بتحتاج ايه. الناس دي مثلا كل اول شهر بتيجي تاخد علاج الشهر بتاعها، ادويه ضغط كذا، ادويه سكر كذا، الانسولين بتاعها كذا. وبالتالي انا عارف مثلا انا كم مريض عندي في القريه اللي انا فيها، او في الشارع بقى اللي انا فيه لو في منطقه تانية، كم مريض في بيني وبينه ولاء بياخد انسولين. فافتراضيا كده انا لازم اوفر العدد ده، مثلا 10 علب، يبقى انا محتاج 10 علب في الشهر. النهارده ال10 علب دول مش متوفرين لأزمة السعر، وقلنا تفاصيل التسعير ان الادوية اللي مش موجودة لما سعرها هيتغير هتتوفر بطريقة او باخرى، وهتوفر بسرعة يعني. فندعي ربنا ان الفترة دي تعدي. طيب لحد ما الفترة دي تعدي، انا هوفر دواء ازاي؟ المريض هيوفر دواء ازاي؟ والصيدلي هيوفر دواء ازاي؟ هي دي الاشكالية. الصيدلي طبعا محتاج سيولة كبيرة علشان يقدر يضخ على التضخم ده ويصرف عليه. المريض لا حول له ولا قوه، لان زي ما بقول لكم احنا ابتدينا متاخر ننتبه. طيب انا ليه ابتديت الكلام في الموضوع بتاع صيدلي المجتمع او الصيدلي الكلاسيكي اللي احنا عندنا ليه نوستالجيا ونظره كده ايه فيها وقار واحترام؟ لان هو الراجل ده لو كان استمر كان فرق معانا جدا في الوضع الراهن. الراجل ده ايه اللي جراله؟ الراجل ده زي ما قلنا ابتدت تدخل اموال على الصيدليات، يعني جت موضه كده من نص التسعينات لنص الالفينات.
2005 مثلا، يعني من 95 ل 2005، انه انت طلعت معاش مبكر ومعاك مبلغ استثمره، افتح صيدليه. طب حضرتك صيدلي؟ لا. حضرتك ليك حد صيدلي؟ لا. زوجتك؟ ابنك؟ لا. فبتروح تعمل حاجه كده خارج اطار القانون والاخلاقيات بتاعت المهنه، وتفتح صيدليه وتستثمر فلوسك. وسواء بقى فلوسك دي صح ولا غلط، حلال ولا حرام، انت اصلا ادارتك، تجارتك، يعني النقطه دي نتكلم فيها بعدين، قصه الدخلاء يعني. بس خلينا نتكلم ان هي دي اثرت على الصيدلي، صيدلي المجتمع، رمز الصيدله المصري اتاثر بالنقطه دي. ايه تاني كمان اتاثر دخول ادويه التجميل. يعني انا كنت بشوف صيادله بيحس بنوع من المهانه، ان هو انا مش دوري اتكلم في شامبو وجل وببيع كيس جل والكلام دوت. يعني كان برضو كان ده عامل ازمه. طيب برضو ايه المشكله؟ ما هو الراجل دوت سواء استمر، سواء هو كبر واعتزل، سواء اولاده خدوا الرايه من بعده وجددوا. ما احنا ما شفنا رموز للمهنه واولادهم لما جم خدوا الصيدليات قلبوا الموضوع وقلبوا حالهم يعني. الفكره بقى في هنا، الفكره في ايه؟ انه احنا قلنا ان الصيدلي ده عامل ارشيف في دماغه لكل الناس اللي هو مسؤول عنهم. لما ابتدى النظام يتغير ما بقاش فيه المسؤوليه، بقى فيه تجاره. انا موفر بضاعه 1000 علبه مثلا، 1000 علبه كونكور، وجا واحد عايز ياخد ال 1000 علبه كونكور، هبيعهم له وعايز خصم، هعمل له خصم. طب هو هياخد ال 1000 علبه كونكور ليه؟ وانا مالي؟ طب ال 15 وال 20 مريض اللي عندي اللي انا مسؤول عنه، لا انا مالي، انا مسؤول، انا خلفتهم ونسيتهم. دي الازمه، دي المشكله. طيب هل الموضوع دوت بيختلف ما بين صيدلي وما بين دخيل وما بين سلاسل؟ انا شايف انه ما بقتش فرق. يعني في صيادله بتعمل ده، في صيادله بيقول وانا مالي، انا اللي يهمني مكسبي، يهمني ان انا بعت ولقيت دخل ولقيت عائد. طبعا للاسف دي مشكله كبيره، وهنقعد نرمي بالاتهامات على بعض ومش هنلاقي حلول. علشان كده خلينا نبص على نموذج صيدلي المجتمع. صيدلي المجتمع ده في بلاد تانية بيتقاس بعوامل كتير، بعوامل ايه هي الخدمات الغير ربحية اللي بتتقدم للمرضى، وايه هو تأثير التوعية على المريض. انا عرفت المريض بتاعي ايه عن حالته وعن الدواء نفسه، وبيتقاس بمدى قربه بالناس اللي حواليه. يعني انا مثلا بخدم قرية معينة، فهل كل الناس في القرية دي يعرفوا يوصلوا لي ولا لا؟ وبيتقاس بالتواصل، هل الناس ديت بيعرفوا يتواصلوا معايا كمان ولا لا؟ وبيتقاس بالطوارئ، باحتياجهم ليا في الطوارئ. يعني احنا بحكم ان احنا منطقة ريفية في البدري مثلا، في المدن في ناس بتقعد 24 ساعة. بتاع المدينة اللي قاعد 24 ساعة ده انت هتروح له في اي وقت هتلاقيه، لكن انا لما بقفل، طب هل الناس بقى لما بتحتاجني بتعرف تلاقيني وبتفتح الصيدلية للطوارئ؟ ده بيتقاس بيه كل العوامل دي، بيتقاس بيها ايه فكرة صيدلية المجتمع. طبعا بالنسبة للدخيل الكلام ده مش هياكل عيش يعني. بالنسبة للسلاسل هي حلت امورها، لان السلاسل اقتصادياتها قايمة على موضوع مختلف. احنا بناخد قروض من بنوك وبنفتح بيها صيدليات مهولة، وبنجيب ادوية جبارة، وبنجيب ادوية مستوردة مش واخدة تراخيص من وزارة الصحة، والامور كلها ماشية. لكن الصيدلي بقى اللي واقف على جمر النار ده وضعه مختلف، وهو اللي محتاج يقدم الخدمات ديت علشان دوره، عشان يفضل موجود. ما هو لو ما عملش كده، لو ما بقاش بقى، لو ما رجعش للاصل وبقى صيدلي مجتمع، ما هو هيلاقي نفسه ما هوش موجود، هو اختفى، لان المنافسة شرسة. ده احنا حاليا كمان بقى في عندنا نقطة رهيبة، بقى في سوق سودا رسمي للدواء، سواء بيتباع اونلاين او تطبيقات. يعني في تطبيق كان حد من الزملاء بيشير كده منه انه حقنة بتستخدمها السيدات يعني المقبلات على الحمل وكده، ولتنشيط الحمل. ثمنها مثلا
كان قبل الزيادات 300 مش عارف بقت 2000، دلوقتي بتتباع سوق سودا ب 8000 ونص والناس بتشتري. فهنا كل ده ليه؟ كل ده علشان انا ما عنديش الدور المجتمعي. المريض نفسه هو رايح الصيدلية هو مش حاطط في دماغه ان انا رايح مكان يختلف عن السوبر ماركت والبقالة، مع احترامي الكامل للسوبر ماركت والبقالة. الصيدلية دي توصيفها انها منشأة صحية، ان هي بيتقدم فيها خدمات صحية، وتقييمها ومرجعيتها، وان في نقابة ورا الصيدلي اللي واقف او اللي هو بيدير المنظومة دي. لان انت خد بالك الجماعة حبايبنا بتوع السلاسل دول مشطوبين من النقابة. احنا اشهر رمز عندنا للسلاسل في البلد صيدلي مشطوب من النقابة، ممنوع من مزاولة المهنة، يعني لا يحق له ان يفتح صيدليات. وبالتالي يعني ده الوضع الغير متوازن اللي احنا فيه. خلينا نتكلم في المفيد، ان فكرة صيدلي المجتمع هي الضمانة الوحيدة اللي ترجع العلاقة بين المريض والصيدلي للرمز الكلاسيكي القديم اللي بنفتقده دلوقتي، اللي هو مش كل حاجة بمقابل.